اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. النهارده المحاضرة 13 من كورس بايثون ومجال الباك اند. اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن السترينج ميثودز والانتجر ميثودز، وعملنا مشروع الستودنتس مانجر بروجكت. المشروع اللي هو كان بيدير الطلاب، ابتدي ان هو ياخد منهم بياناتهم ونبتدي ان احنا نطبعهم بطريقة معينة، وكان مشروع لذيذ جدا. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الفانكشنز او الوظائف. حاجه من الحاجات المهمه جدا في لغه بايثون. تخيل معايا كده ان انت قدامك الاله اللي هي بتبيع اوتوماتيكي، اللي هي بنجيب منها مثلا سناكس او حاجه كولا او ايا يكن. بتبتدي ان انت بتعمل ايه؟ بتدخل العمله وتختار المنتج اللي انت عايزه وبتدوس على زرار معين. الزرار دوت بيعمل كالاتي: بتتحقق انت دخلت العمله ولا لا، ولو كريدت كارد فهي بتتحقق في رصيد في الكريدت دوت ولا لا، وبتبتدي ان هي بتعمل اخراج للمنتج ده، وبتبتدي ان هو لو في باقي بتطلعه لك. طيب التلات اربع حاجات دول اللي بيعملهم زرار واحد بس في المكنه دي، ده كده اسمه فانكشن. فاللي معمول في الزرار ده ببساطه ان هي فانكشن بتبتدي ان هي تعمل كل الاوامر دي اول ما اضغط على الزرار. طيب مثال كمان شبه ماكينه الاسبريسو. انت لو عايز تعمل فنجان قهوه تركي، فانت بتبتدي انت مثلا اللي بتطحن القهوه او بتجيبه مطحون، وبتبتدي تحط البن وتحط مقدار السكر وتبتدي ان انت تقلب وتحطها على النار وتعمل كل ده. طيب ماكينة الاسبريسو انت بتكون حاطط حبات البن من فوق، تبتدي بس ان انت بتدوس على الزرار، بتبتدي ان البن بيتطحن، بيبتدي ان القهوة بتنزل لك جاهزة اول ما تدوس على زرار واحد. فانت مش بتعيد تكرار الاوامر دي كلها. ده مثال بسيط للفانكشنز. طيب ليه نستخدم الفانكشنز؟ اول سبب اعادة الاستخدام، ان انت تقدر تكتب كود مرة واحدة وتستخدمه في اي مكان تاني، وهنشوف دوت عملي. تاني حاجة التنظيم، ودي اهم حاجة، ان انت تقدر ان انت تفصل البرنامج بتاعك او الكود بتاعك لوحدات صغيرة او كود بلوك صغير. كل واحدة او كل كود بلوك مسؤول عن مهمة محددة في الكود بتاعك. تالت حاجة هي تقليل الاخطاء. طيب ازاي تقليل الاخطاء؟ انت لما بتيجي بتعمل فانكشن معينة، فانت لو جيت دلوقتي استخدمت الفانكشن دي في 3 او 4 اماكن في الكود بتاعك، وانت دلوقتي عايز تصلح الكود ده، فانت مش هتروح لكل مرة للكود وتصلح، انت بتصلح الفانكشن بس. انما انت لو مش عامله فانكشن، هتبتدي تروح لكل مكان تغير فيه الكود الخطأ ده او ان انت تبتدي تصلحه. انما انت لو عامل فانكشن، فهتبتدي تروح للفانكشن دي بس وتصلح الكود بتاعك. اخر حاجة وهي الوضوح، ان انت ازاي تقرأ الكود بوضوح، والكود يكون كلين، يكون سهل القراءة ويكون سهل الفهم ويكون منظم. طيب تعالوا مع بعض نعرف ازاي هنعمل انشاء للفانكشن، وازاي هنكتب الكود في الفانكشن، وازاي هننادي الفانكشن دي عشان تبتدي تشتغل. اول حاجه ببتدي ان انا اعمل def هي اختصار ل define. انا ببتدي اقول له def ان انا بعرفه ان انا بعمل فانكشن جديده. طيب انا بعمل def، بعد كده بكتب اسم للفانكشن دي، وهنقول مثلا ان اسمها fun name مثلا، وبنحط الاقواس بتاعه الفانكشن، وبعمل الكولون، وبرضه منساش الاندنتيشن. هنا بيبقى مكتوب الكود بتاعي. طيب كده انا عملت create لفانكشن، ان انا بعمل def، بعد كده بكتب اسم للفانكشن ده، ممكن يكون كلمة واحدة او كلمتين ما بينهم الاندرسكور، او تقدر ان انت تلزقهم في بعض من غير الاندرسكور. طيب احنا دلوقتي عايزين نكتب كود، وليكن مثلا هنخلي الفانكشن هنا كل اللي بتعمله ان هي تقول مرحبا، ان هي بتعمل say hello. الكود بتاعي هيكون عبارة عن كلمة print، وهقول مثلا hello world او hello، نحط اسم مثلا يكون احمد. جميل. طيب انا دلوقتي كده خلصت الفانكشن بتاعتي وطلعت بره الفانكشن. انا عايز ابتدي ان انا اشغل الفانكشن دي، او اسمها call function، ان انا انادي الفانكشن دي، استدعيها. كل اللي انا بعمله ان انا بكتب اسم الفانكشن وبعمل الاقواس بس كده. تعالوا نشغل، هيبتدي ان هو يقول لي هلو احمد. طيب انا عايز الكود دوت يتكرر اكتر من مره، فبالتالي ان انا هروح عند سي هلو دي، هعمل شيفت الت وانزل سهم لتحت كده. انا كررته 3 مرات، هاجي اعمل هنا اشغل الكود فهيتكرر لي 3 مرات. قبل ما نكمل عايزك تعرف فرق ما بين حاجتين: الاولى اللي هي البارامتر، والتانية الارجيومنت. البارامتر هو المتغير اللي بنكتبه او بنعرفه داخل الفانكشن او داخل الاقواس بتاعه الفانكشن. طيب والارجيومنت
الارجيومنت دي القيمة الفعلية بتاعة المتغير عند استدعاء الفانكشن. طيب تعالى اوضح. احنا قلنا ان البارامتر ده هو المتغير المعلن او المتغير اللي متعرف داخل الفانكشن. فاكر مثلا لما كنا بنيجي نستدعي رينج، فكانت بتطلب مني ان انا هبدأ منين وهنتهي فين. حلو. وكمان ساعات بيطلب مني الستبس. جميل. تعالوا نثبت عندي هنا ده يعتبر الارجيومنت ده كده القيمة بتاعة البارامتر ده اللي هو مكتوب الستارت والستوب والستيب. ده كده يعتبر الستارت والستوب والستيب. ده بشكل مبدئي اعتبره ان هو دوت البارامتر. طيب الواحد والخمسة اللي انا بكتبهم ولو ضفنا كمان مثلا ان هم يكونوا 2 ستيبس، فده يعتبر الارجيومنت او القيمة بتاعة المتغير ده. طيب نفس الشيء هنعمله هنا. انا دلوقتي عايز ان هو say hello. طيب انا دلوقتي مش عايز احط اسم محدد، انا مثلا عايز ان انا اعمل متغير اسمه name. طيب ده كده يعتبر بارامتر، ان انا بكتب متغير في الاقواس بتاعة الفانكشن. طيب انا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز ان انا استدعيه او ان انا يقول لي hello للاسم ده. تعالوا كده نحط الاف string وهبتدي ان انا هنا اقول له ايه؟ النيم ده. طيب النيم دوت انا هجيبه منين او هو هيعرفه منين؟ دوت كده متغير. باجي وانا بنادي الفانكشن عندي say hello هنا، وانا بنادي الفانكشن حتى هو كاتب لي ان هو في متغير او في argument اسمه name ويحط لي any، هو عايز اي قيمة ليه. طيب هاجي هنا اضيف مثلا يوسف. حلو. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل ان انا وانا بنادي الفانكشن اللي اسمها say hello، بالتالي انا بعت له بسيط له كلمة يوسف او القيمة اللي هي يوسف، فهتروح يوسف هنا للنيم دي. جميل. اللي هو البارامتر ده. فبالتالي لما اجي اقول هلو هيقول هلو للنيم او القيمة اللي موجودة في نيم اللي انا بعتها له من هنا اللي هي يوسف. تعالوا نشغل فيبتدي نقول لي هلو يوسف. تعالوا هعمل شيفت الت وانزل تحت واجي هنا في مرة اكتب له احمد ومرة اكتب له سارة مثلا واجي اشغل. فكل مرة هاجي انادي فيها الفانكشن، مرة هيقول لي يوسف، مرة هيقول لي احمد، مرة هيقول لي سارة. فانا كده مش حاكمه باسم معين في الفانكشن، لا انا كل مرة بديله الاسم اللي انا عايزه. ده كده الفرق بين البارامتر والارجيومنت. البارامتر هو المتغير اللي بكتبه في الفانكشن، والارجيومنت القيمة بتاعة المتغير ده. ممكن مثلا مثال بسيط كمان ان انا مثلا هعمل def واقول له مثلا add وكأنه ان هو هيجمعهم. طيب واقول له ان انت عندك رقمين، ممكن نقول num1 جميل ونum2. ده كده التو بارامترز اللي عندي، ما انساش ايه الكولون. بعد كده انا عايز اقول له ان انت تعمل لي print للnum1 بلس الnum2. ده كده الفانكشن اللي هي بتعمله. طيب حلو. انا دلوقتي عايز اروح انادي على الفانكشن دي، فاروح اعمل add وابتدي ان انا احط له بقى الرقمين اللي انا عايزهم، ولكن مثلا هقول له 8 وهقول له 12. بعد كده هعمل عملية تانية وهقول له مثلا 15 وهقول له هنا 9. اول ما اجي اشغل فيجي يبتدي هنا يقول لي 20 و24. ده كده المثال التاني عشان تفهم اكتر فكرة البارامتر والارجيومنت، وان احنا ممكن نقدر ان احنا نبعت قيمة معينة للفانكشن دي عشان تستخدمها. تعالوا نرجع للمثال اللي كنا فيه قبل ده. انا دلوقتي عايز احسن منه. احنا قلنا ان احنا كنا في الاول حاطين الاسم هنا، بعد كده ابتدينا ان احنا نعمل بارامتر ونكتب الارجيومنت بتاعه هنا. طيب انا عايز دلوقتي ان انا ابتدي اخد الاسم ده من المستخدم ذات نفسه. اقدر مثلا انا همسح دول وهمسح دي كمان. هبتدي ان انا اقول له بص، انا لو جيت كتبت هنا نيم بيقول لي نيم يساوي اللي هو البارامتر ده. هو عايز دلوقتي مني ان انا احط له قيمه. اقدر ان انا اكتب النيم او المتغير بتاعي اللي هو البارامتر ويساوي واقول له كذا، او ان انا اكتبه على طول ايا يكن انت عايز تعمل ايه. طيب تعالى اقول له مثلا، انا اقول له النيم دي تساوي. النيم دي انت هتاخدها منين؟ هتاخدها من الانبوت، والانبوت ده هيكون مكتوب فيه enter your name. تعالوا كده نشغل. هيبتدي ان هو يسالني الاول اسمك ايه، هقول له مثلا مو، هيبتدي يقول لي هلو مو. فانا اقدر اخد البارامتر او قيمة البارامتر ده بأي طريقة انا عايزها. عايزك تاخد بالك من حاجة، ان انا دلوقتي لو جيت مسحت ده وانا دلوقتي عايزه ياخد النيم ده. جميل. او مثلا ان انا هكتبه يوزر نيم وهقول له عندك عايزك تاخد input وتبتدي ان انت هتقول لي enter your name. جميل. طيب سي هلو هنا النيم بتاعها القيمة بتاعتها تجيبها منين؟ انا عايز اقول له جيبها من
اليوزر نيم. لو واخد بالك هو ولا ساعدني ان هو يجيب لي الاسم، وكمان جايب لي ايرور من قبل ما اشغل الكود بتاعي. تعالوا كده عشان نشغل ونعرف ايه المشكلة. ابتدى ان هو قال لي هنا user name is not defined. طيب هو بيقول لي ان هو مش متعرف او مش موجود. طب ده سببه ايه؟ سببه ان انا عندي نوعين من المتغيرات. النوع الاول اسمه local variable، والنوع التاني اسمه global variable. ده كده المتغير اللي اسمه user name ده كده local variable. يعني ايه local variable؟ local variable يعني هو متعرف داخل الفانكشن بس. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو لما يكون متعرف جوه الفانكشن بس، فبالتالي باقي الكود مش بيكون بيقرأه، هو بس بيكون مقروء في الفانكشن دي. جميل. طيب السي هلو هنا او اي حاجة تاني بره الكود او بره الكود بلوك بتاع الفانكشن، فهو بالنسبة له مش موجود. اليوزر نيم يعتبر local variable. تعالى مثلا لو اخدنا اليوزر نيم ده، خدناه كنترول اكس وطلعنا فوق هنا ورحت عملته كده، فهو كده يعتبر global variable. يبقى انت كده عرفت الفرق. اللوكال هو اللي محطوط او متعرف جوه الفانكشن ويكون استخدامه محدود جوه الفانكشن بس. طيب الجلوبال ده اللي بيكون موجود بره الفانكشن، بيكون متاح تستخدمه في اي مكان. طيب ده كده الجلوبال فانكشن. لو ابتديت ان انا شغلت، فهيجي يسالني عن الاسم بتاعي، اقول له مثلا هنا ميدو ايا يكن، هيقول لي هلو ميدو، شغال ومفهوش اي مشكله. طيب كده انت عرفت الفرق بين الارجيومنت والبارامتر، عرفت الفرق بين اللوكال فاريبل والجلوبال فاريبل، وعرفت ازاي تعمل فانكشن تعرف الفانكشن، وازاي تكتب كود جوه الفانكشن، وازاي تنادي الفانكشن دي. هعمل معاك حاجه اخيره وتكون المحاضره عن الفانكشن خلصت، وهنستنى مع بعض ان احنا هنعمل مشاريع كويسه جدا بلغه بايثون لحد ما نيجي نشرح الهاندلنج فايلز، وهنشرح برضو الهاندلنج ايرورز. بعديها هنخش على الاو او بي. تعالوا نمسح ده كده. عايزك تذاكر المحاضره دي كويس جدا لانها مهمه. تعالى مثلا هنعمل ديف، وهقول له مثلا هنا separator، نخليها كده بس. هبتدي ان انا مش عايز اخد منه حاجه، وهبتدي ان هي عباره عن كلمه print. كل اللي بتعمله بتعمل لي separator او خط. طيب جيت مثلا انا هنا عملت print، رحت كتبت هلو. حلو. بعد كده مثلا كده هنا كتبت print وخليت مثلا النيم ايا يكن عمر مثلا. بعد كده عملت print وحطيت فيه ان الجريد ايا يكن هنعمل ايه 95، وانا عايز افصل ما بين كل واحده من دول بسطر. فهبتدي ان انا هعمل هنا انادي الفانكشن اللي اسمها separator دي مره هنا ومره هنا. حد يقول لي طب ما انت تقدر ان انت تعمل البرنت وتحطها وهي. طبعا ده كده هيكون كود منظم اكتر لما انت تبتدي تقسم كل حاجه الكود بيعملها لمجموعه فانكشن صغيره، بيسهل عليك. زي ما قلنا ان احنا بيكون الكود بتاعنا كلين، بيبتدي ان احنا نقدر نستخدمه اكتر من مره، نبتدي ان هو يكون منظم، بنقلل الاخطاء، بيكون واضح وبيكون سهل القراءه. طيب افتراضا مثلا ده كده بكود بسيط، بس افتراضا مثلا ان انت حبيت ما يكونش ده الشكل بتاع السيبريتور اللي انت عايزه، هتبتدي تعمل كده مثلا وعايز تحط وتبتدي مثلا ان انت تحط نجوم. جميل. انت ما غيرتش في اي حاجة غير الفانكشن بس. طيب انت جيت في مرة لا انا مش عجباني النجوم، انا مثلا عايز احط حاجة مختلفة، احط مثلا علامة اللي يساوي، فانت غيرت في الكود مرة واحدة، هتيجي تشغل هتلاقي كله متغير. دي حاجة من الحاجات ان انت تقدر ان انت هتغير في الفانكشن مرة واحدة، فبالتالي كل مرة انت منادي فيها الفانكشن دي كل حاجة متغيرة. فدي ميزة من مميزات الفانكشن. قبل ما اقفل الفيديو عايز اعرفك على حاجة أخيرة، وهي الريتيرن. طيب الريتيرن دي بتعمل إيه؟ تعالى مثلا نرجع للكود اللي هو كان اسمه add، وهنقول مثلا هياخد مني A و B. حلو. طيب أنا دلوقتي عايز إن هو يبتدي يرجع لي قيمة جمع ما بين ال A وال B دول. حلو. طيب أنا بدل ما أجي هعمل print، حلو، وهقول له انا عايزك تضيف لي ال A زائد ال B، وهبتدي ان انا هروح انادي الفانكشن، لا انا هعمل حاجة تانية اسمها return. ريتيرن بعد كده هعمل ايه؟ هقول له ال A زائد ال B. حلو. طيب هبتدي ان انا اروح، لو انت عامل ريتيرن فانت هتبقى محتاج ان انت تعمل variable عشان تنادي منه الفانكشن دي. اعمل مثلا متغير اسمه result. جميل. وهقول له انت جواك ال add function، وهتبتدي مثلا تحط لي هنا 10 وتحط لي هنا 9. بعديها هاجي ان انا ابتدي اعمل print للريزولت ده. جميل. فهيجيب لي 19. او اقدر ان انا امسح
همسح المتغير ده خالص واخد دي كده على طول كنترول اكس واحطها هنا مكان البرنت وابتدي ان انا اشغل، فهيجيب لي برضو 19. طيب الريتيرن بترجع قيمة، دي حاجة من الحاجات اللي بتعملها. الحاجة التانية ان هي تقدر ان هي توقف او تكسر اللوب مثلا. طيب انا دلوقتي لو عندي هنا فانكشن مثلا هنسميها A ايا يكن، واجي اقول له مثلا ان انت عندك loop for I in range، جميل، اقول له مثلا من 1 ل 11. بعد كده قلت له هنا if الاي ده equal رقم 5، انا عايزك تعمل ايه؟ انا عايزك ان انت تعمل return. حلو. طيب else انا عايزك ان انت تعمل print للاي. تعالى كده نشوف إيه اللي حصل. طبعا مش هطبع له اي حاجه لان انا ما عملتش كول للفانكشن اللي هي اسمها ايه. جميل، نعمل هنا run، هيجيب لي 1 2 3 4. اول ما يجي عند 5 هو عمل ريتيرن، هو طلع من اللوب ذات نفسها. معلومه كمان، انت ما ينفعش تحط حاجه بعد الريتيرن. يعني انت دلوقتي قلت له لو الاي ايكوال 5 اعمل ريتيرن، جيت عملت كده وعايز تكتب له حاجه كمان، انت لو واخد بالك اللون بتاع كلمه برنت مطفي. يعني تعالى مثلا نحط له نكتب هلو او ايا يكن، وتعالى نشغل، هيبتدي ان هو ولا كأنه شافه، هو مش موجود. انت ما تقدرش ان انت تعمل سطر كود كمان بعد الريتيرن. كده احنا في المحاضرة دي عرفنا الفانكشن وليه بنستخدم الفانكشن، وقلنا 4 اسباب ان احنا نقدر نعيد استخدامها تاني عشان تنظم لنا الكود، عشان تقلل الاخطاء، عشان الوضوح بتاعها وسهولة القراءة وفهم الكود. اتعلمنا ازاي نعمل فانكشن، اتعلمنا ازاي نكتب كود في الفانكشن، اتعلمنا ازاي نعمل كول او استدعاء للفانكشن، عرفنا الفرق ما بين البارامتر والارجيومنت، عرفنا الفرق بين اللوكال فاريبل والجلوبال فاريبل، عرفنا الريتيرن، قلنا ان هي ليها استخدامين، الاول ان هي بترجع لي قيمة معينة، والتانية ان هي بتطلع بره الفانكشن او ان هي بتطلع بره البرنامج بتاعي. بس ريتيرن لازم تستخدمها جوه الفانكشن. انا كده تكون محاضرتي خلصت، اشوفكم المحاضرة الجاية ان شاء الله وحاجة جديدة في لغة بايثون. دمتم على خير والسلام عليكم.